المرأة على طول تقدر كده كده، والسيدات الرائدات مش بس في التاريخ. عمرك سألت نفسك كده هي مين صفاء حجازي اللي محطة مترو الزمالك باسمها؟ أنا هقولك. صفاء حجازي اتولدت في مدينة طلخة في محافظة الدقهلية، ودخلت كلية التجارة، بس وقتها ما كانتش بتحب المحاسبة، كانت شايفة نفسها إعلامية، وفضلت ورا حلمها واللي هي عايزاه، وكانت كل يوم بتيجي القاهرة تدور على شغل، لحد ما لقيت اعلان في الجورنال ان هم عايزين مذيعات. جريت وراحت قدمت واتقبلت ونجحت في اختبار الاذاعه، وسجلت برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى امين عن سيره ام كلثوم. وسنه 1990 ابتدت في التلفزيون بانها بتقرا النشره، وبعدها عملت برنامج اسمه بيت العرب اللي عملت فيه حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربيه، وكانت صارمه وحازمه جدا وكلمتها واحده، عشان كده لقبوها بالمرأة الحديدية. سنة 2013 اتعينت رئيسة لقطاع الأخبار، وسنة 2016 بقت رئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. ورحلة صفاء حجازي بتقولك إن حياتك وحلمك عادي إن انت تحققيها، وكمان تبقي أنجح واحدة، وده مش شرط خالص انت عايزه تدخلي كليه ايه. يعني ما تضغطيش ولا توتري نفسك كل ما تفتكري ان امتحاناتك قربت وان حلمك ممكن ما يتحققش. ويا ريت ما تحطيش في دماغك ان ثالثه ثانوي هي اللي هتحدد مستقبلك، هي سنه عاديه جدا على فكره، اتبسطي بيها وخليكي مؤمنه بكل الخطوات اللي بتاخديها في حياتك. كان معاكم من وداد عادي.